السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. بعد ما نسمي الله يا حبيب قلبي ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، عايزة أقول لكم صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة، صباح اللبن الحليب على قلوبكم وعيونكم حبايب قلبي اللي متابعين. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل فيديو جديد حلو مع بعضينا كده. ان شاء الله يعجبكم وينول اعجابكم يا رب العالمين باذن الله. طبعا النهارده يا حبايبي هنعمل ايه زي ما انتم شايفين كده. البت امتها لما تفنن وهي واقفه امتها. طبعا يا حبيب قلبي انا هميت كده وقمت بعد ما كنت تعبانه زي ما انت شفت الفيديو اللي فات، بس استعنت بالله وقمت كده، ولازم اجو نفسي بنفسي بقى، ما ينفعش الركضه دي ملهاش لازمه. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه، ونسمي الله ونصلي على الرسول وقولوا لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا حبايب قلبي طبعا معانا كيلو من اللحمه المفرومه. كنت انا من كام يوم كده كنت عند بيت اهلي، فاختي بتقول لي نفسي اكل كفته، مش كفته اللي هي الكفته الرز، يعني نفسي اكل كفته. فانا بقول لها كفته مشويه ولا كفته ولا كفته رز؟ جت اي حاجه من ايدك حلوه. فانا قلت لا، ما اقدرش ازعلها، طالما طلبت لازم هي تطلب واحنا ننفذ على طول، ما اقدرش. اختي وحبيبتي ام زياد، ربنا يبارك لي فيها هي وام عبده يا رب وفي عمرهم، وما يحرمنيش منهم ابدا يا رب، اللهم امين. وما يخلي لكم حبايبكم ويبارك لكم في اخواتكم وامهاتكم يا رب العالمين. طبعا قلت لا، لازم كده ادوقها من اللي هي عايزاه رغم تعبي يعني بس انا ما اقدرش، طالما قالت لي نفسي في حاجه انا ما اقدرش اتاخر عنها. اخت حبيبتي ونور عيني، الاخوات الحنينه رزق يا بنات، واللي معاه اخت ولا اخ ربنا يديمه نعمه في حياته يا رب، وما يحرمكوش من بعض ابدا ان شاء الله. هنا حبايب قلبي جبنا كيلو اللحمه المفروم معانا اهو، وعملنا شويه بصل حلوين كده محترمين، خدنا منهم للتسبيكه بتاعه للصلصه بتاعه الكفته يعني. المهم هنعمل ايه يا حبايب قلبي؟ هنا فرمنا باقي البصل، حطينا عليه توم، وحطينا عليه الخضرة بتاعتنا شبت وكزبرة، وحطينا عليه شوية دهن كده يعني عشان يطعموا الكفتة بتاعتنا. انا ما كانش عندي دهن يا حبايب قلبي، او ليا او دوش، ما كانش عندي في الفريزر، فجبت دهن يا حبايب قلبي من اللي انا يعني عاملاه وحطاه في التلاجة، برضه هيمشي ويبقى زي الفل ومية فل واربعتاشر. مفيش حاجة هتقول لا زي ما انتوا عارفين. إيه. بس يا حبايب قلبي هنا نفرم الكلام كله ده مع بعضيه. الكباديات مغلبان يا ولاد، والكهرباء مغلبان، فانت شوفوا لكم حل، يا الكبه يا الكهرباء. النور بيقطع يا ولاد كل شويه، والله العظيم مغلبني يعني بصراحه، مش قادره، وتحميل الفيديوهات بيتعذر، ما مش عارفه والله. بس الحمد لله على كل حال، الحمد لله. هنا حبيب قلبي فرمت كل الكلام الحلو ده ببعضيه، ومعانا هنا ننزل باللحمه. طبعا هنديها هي مفرومه وش واحد دي، بس هنفرمها فرمه حلوه كده هو التاني، وهننزل بيها ايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنفرم يا حبيب قلبي كده ايه، اول نص مع بعضين. اللي عنده كبه زي دي يا ولاد عامله كده معاه زي يعني مش متهيجلي، مش يعني مش بتلف حلوه على الحاجه كده. انا عندي كبه تانية اللي هي التانية دي السرجت دي زي الفل والله العظيم، من ساعه ما جبتها يعني تحفه، ما اقدرش اقول في حقها حاجه بصراحه. لكن ديت مغلبانه ومطلعه عين اللي هي الفريش دي. وهنا يا حبايب قلبي فرمت اللحمه كلها، وحطيت عليها ايه، هنا معانا حوالي ربع كيلو من دقيق الرز. لو عندك دقيق رز ماشي، لو عندك ده بتجيبيه من عند العطار لو انت حابه تجيبيه يعني وتشتريه. لكن لو ما عندكيش بتغسل الرز وتسيبيه شويه يعني كده يتشد شويه، وبعد كده تروحي صحناه في الكبه بتاعه الخلاط، بيبقى برضو حلو زي الفل. انا عملت كده يا ولاد، كانش عندي دقيق اللي هو الرز، رحت غسلت شويه رز وحطيتهم نشفوا شويه، وبعدين ايه صحنته وحطيناهم على الايه، على كل الكلام بتاعنا ده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا يا حبايب قلبي نزلنا ايه البهارات بقى، هنبحر قلبي، هنبحر مالها امتهم كده مش مركزه خالص. كايمه من عيا يا ولاد اعذروني. عفوا يا ولاد. بس يا حبايب قلبي هنحط ملح وفلفل وبابريكا وفلفل اسود و7 بهارات. لو عندك بهارات كفتة تمام ماشي. هتمشي وهتبقى زي الفل برضه. لو ما عندكيش حط زيي كده، انا حطيت 7 بهارات والكلام مشي وبيجي زي العسل. وهنا يا حبايب قلبي هنحط كزبرة مسحونة، وهنحط مكعب مرقة. وهنقلب كل الكلام ده ببعضيه زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ايه عماله بقلب بالمعلقه، بس لقيت ما مناش فايده بقى. قلت لها المعلقه مش جايبه هم، تعالي يلا اديله يدي بقى بايدينا. هننزل فيها عجن بايدينا كده يا ولاد، واحنا ايدينا نظيفه وزي الفل. والحاجه اللي بنعملها في البيت احسن من اللي بنشتريها من بره 100 مره في اي حاجه يعني الحمد لله. طبعا احنا عارفين مصدرها نبقى عارفين ان هي نظيفه وكويسه طالعه من تحت ايدينا. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين، اللهم امين يا رب. هنا عجناهم يا حبيب قلبي عجنه كده يعني عشوائيه كده، بس كده هننزل بيهم في الكبه تاني، هنديهم وش تاني في الكبه بعد ما خلطنا المزيج ده كله ببعضيه، كل الحاجات يعني والتوابل والبهارات والبصل وكل الكلام ده. هناخد شويه شويه كده معانا في الكبه بتاعتنا، وهنديهم وش تاني زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. هنديهم لفه تاني كده في الكبه عشان خاطر يتعمل الخيوط اللي بتشوفوها ديت عشان نعرف نصبحها وعشان تبقى متماسكه. اهو يا بنات الفلاش طبعا كل ما يقول لي جهازك سخن، جهازك سخن، جهازك سخن. مش عارفه يا بنتي امتى بتروحي فين من الجهاز السخن. التليفون كل ما يسخن يا اولاد يروح فصل الفلاش. فاعذروني زي بعض، كان التصوير بطيء كده. ان شاء الله الدنيا هظبط لكم الدنيا بعد كده باذن الله. بس دعواتكم معايا، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وتكتبوا لي تعليق حلو من قلبكم كده ودعوه حلوه من قلوبكم. ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب العالمين، وما تحرمش منكم ابدا، ويديمكم نعمه في حياته. كل اللي بيكتب لي تعليق ربنا يجبر بخاطره يا رب، جبرا يتعجب له اهل السماوات واهل الارض، اللهم امين يا رب. ان في حبايب كتار بيكتبوا لي تعليقات حلوه من قلبهم كده، دي ما ساعدين قلبي، ربنا يسعد قلوبهم يا رب. هيا حبايب قلبي وريتكم، بصوا زي ما وريتكم كده عايزينها احنا يعني بالشكل ده، يعني دوت القوام النهائي للكفته بتاعتنا. اهو يا ريت نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ويا ريت يا بنات تدعوا لاخواننا في غزه وفلسطين، ربنا ينصرهم ان شاء الله، ينصرهم ان شاء الله، ربنا ينصرهم باذن الله. احنا ما نمتلكش الا الدعاء، ندعي ليهم ربنا يكرمهم باذن الله. بس يا حبايب قلبي هنا اهو شايفين العجينه بتاعتنا بقت زي الفل. معانا هنا طبق هنصبح فيه، ومعانا شويه زيت. طبعا هندهن دهنه حلوه للطبق بتاعنا عشان الكفته بتاعتنا ما تلزقش فيه، نعرف نطلعها يعني بسهوله واحنا بنحطها في التحمير. يا بركه بسم الله. هنسمي الله هنا اهو، شايفين يا وليه؟ يعني عليك يا بنتي امتهم يا عسولة، والله البت امتهم ده عسولة عسولة. اهي يا حبايب قلبي هنصبح كل الكفتة بتاعتنا بالشكل ده، يعني كده حلو متوسط، ولا كبير ولا صغير، وكده ايه زي الفل. هنا عملنا ايه شوية، بص يا حبايب قلبي محترمين هم اهو. وهنكمل احنا مع بعضنا بقى. هنا حطينا حلتين على النار يا حبايب قلبي، حلة فيها البصل بتاعنا اللي انا وريتهولكوا في اول الفيديو، اللي هنعمل بيه التسبيكة بتاعت الصلصة بتاعت الكفتة. وهنحط في الحلة ديت شوية زيت، والحلة التانية برضو شوية زيت. اهو يا بنات. وهنحط برضك في دي معلقة زيت وبس. لا عمتها مش مركزة خالص، والله انا ما مركزة يا بنات مش عارفة ليه. هنحط هنا معلقة سمنة برضك، وهنحط هنا معلقة سمنة. لازم نراضي الطرفين يا بنات، ما ينفعش نراضي طرف واحد. اهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. والله يا ولاد انا كنت مصور لكم النور قاطع،
فقلت عشان ننجز بقى، واحنا كنا عايزين نتغدى، فلازم اعمل الفيديو، ما ينفعش ان انا اطلع منه كده. هنا حبايب قلبي كان معايا العلبة ديت، فاكرين يا بنات السمنة اللي سيحناها مع بعضنا؟ العلبة ديت كان فاضل فيها اخر حاجة كده، فقلت لازم هي افكها كده على النار ونكبها بقى في الحلة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. قولوا لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذكروا الله يا بنات، اذكروا الله وصلوا على الحبيب. اللي يصلى على الحبيب قلبه يطيب، واللي يصلى على الحبيب ابدا لا يخيب، عليه افضل الصلاة والسلام. هنا يا حبيب قلبي الحلة بتاعتنا حطينا فيها شوية شعرية عشان نعمل ايه، هنعمل رز بشعرية. رز بشعرية مع الايه، مع الكفتة اهو. هنقلب في دي شوية ودي شوية يا بنات، لازم ايه ايدنا تبقى في كذا حاجة، يعني ما نقفش على حاجة واحدة طبعا، انت عارفين. بصوا يا حبيب قلبي الشعرية بتاعتنا اتحمرت اهيت، هننزل عليها بالرز. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن اهو. وهنقلب بقى. يا ريت ما تنسوش في اللايك والاشتراك يا حبايب قلبي، والكومنت الحلو منكم كده، ودعوة حلوة من قلوبكم البيضة الصافية، يا رب يجبر قلوبكم يا رب. يا حبايب قلبي خلصنا هنا ايه، حمرنا البصلة بتاعتنا. لو حابة تدبليها بس برضو دبليها برضو كده ايه براحتك، على حسب ما انت تحبي. كل حاجة دي الاكل ده ازواج يا بنات، يعني الاكل ده ذوقية، على حسب ما انت حابة. انت بايدك تفنن وتطلع كل حاجة حلوة، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. هنا كبنا الصلصة بتاعتنا حبيب قلب اهو زي ما انتم شايفين اهو. وهنا الرز بتاعنا هنديله تقليبة حلوة كده عشان نطش. هنحط له الرز بتاعنا مكعب مرقة، وهنحط له رشة ملح. وهنا برضو ايه على الصلصة بتاعتنا هنحط لها ملح ومعلقة سكر عشان الحموضة. وهنحط ملح وفلفل برضو للتسبيكة بتاعتنا، ملح وفلفل وبهارات وشوية بابريكا. برضو كزبرة مسحونة، يعني مش حارمينها من حاجة، زيها زي الكفتة. اهو يا بنات. ديت شوية السكر اللي قلت لكم عليهم عشان الحموضة برضه بس. وهنقلب كل الكلام دوت، وهنسيبها تتسبك مع بعضيها كده وتاخد وتدي بشكل ودي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنقلب الرز بتاعنا يا حبيب قلبي، هنغطي على التسبيكة بتاعتنا ونقلب الرز. والرز يا حبيب قلبي لازم تهدوا على النار عشان ما يشيلش منكم ويشيل منكم من القاع. طبعا احنا عندنا الشوربة زي ما انتوا عارفين، دي كفتة مفيش شوربة، فاحنا نزلنا عليها بمية من الكتل، مية مغلية. هنديها تقليبة حلوة كده ونغطي عليها، ولما نيجي نزودها نشوفها بقى، نبقى نشوفها كده، نشق عليها شوية كده ونشوفها نزودها شرب. بس كده تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. وهنا على العين التانية يا حبيب قلبي جبنا ايه الوب بتاعنا عشان نعمل فيه، نحمر فيه الكفتة بتاعتنا، او اي طاسة عندك زي ما انت بتحبي يعني. وهننزل فيها بشوية زيت حلوين كده محترمين، وهنسيبها تتقدح حلو. وهنا عندنا يا حبيب قلبي، بص انا صبحت الكفتة بتاعتنا كلها زي ما انتم شايفين كده، اللي عملت شوية صوابع وشوية دواير ايه للبنات، كانوا حابين يعني بيحبوها كده، دواير كده بيفرحوا بيها زي كفتة داود باشا كده اهو يا حبيب قلبي. بصوا زي ما انتم شايفين طلعت كده، طلعوا كمية حلوة يعني ومحترمة.
هنعرض على الرز بتاعنا يا حبيب قلبي، هنشوفه وصل لحد فين. إن كان عايز شوربه هنحط له زي ما قلت لكم، لو مش محتاج يبقى تمام. بصوا الرز بتاعنا مفلفل وواحده وواحده وزي الفل. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. اللهم اطعم كل جاع على وجه الارض يا رب العالمين، اللهم امين. وهنا التسبيكه بتاعتنا، انا كان عندي نص قرن شطه كده ايه اللي هو الفلفل الحامي، فروحت حطيته كده معايا، قلت عشان يديله طعم حلو كده ويخليه سبايسي. هنا الزيت بتاعنا اتقدح يا ولاد، وحطينا فيهم ايه، نزلنا فيهم بالكفته اهو. هنحمر الكفته بتاعتنا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. يا ريت تسموا الله وتصلوا على رسول، وتقولوا لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذكروا الله يذكركم. اهو يا حبايب قلبي، طبعا لسه في مكانات كتيره معانا، فاحنا هنملى الوك كله او الطاسه كلها بتاعتنا عشان يتحمر كله مع بعضه، بما ان يعني الزيت بيغلغل كده وفي مساحه يعني مكان تاني يشيل كفته تاني. اهو يا حبايب قلبي، احنا حمرنا اول طاسه مع بعضينا اهو زي ما انتم شايفين. بصوا الكفته بتاعتنا هي انكمشت ليه يا ولاد كده هي كمشت ليه كده، بس قلبها هش وطري وجوسي كده وزي العسل. هنا يا حبايب قلبي هنقسم التسبيكه ديت على حلتين، يعني عشان انتوا عارفين الحله التانية رايحه فين بقى، فاحنا نقسم التسبيكه بتاعتنا على الحله دي والحله دي. ايه رايكم في الكفته المدوره بتاعتنا الحلوه دي؟ يلا اكتبوا لي تعليق حلو وبتقولوا تسلم ايدك يا موت. وهنا خلصنا الكفته بتاعتنا يا حبايب قلبي. هنحط شويه في الحله دي وشويه في الحله دي زي ما قلت لكم، عشان الحله ديت تروح يعني لصاحبه نصيبها ربنا يبارك لي في عمرها يا رب وما يحرمنيش منها ابدا، وبألف هنا وشفا على قلبها هي وولادها. طبعا يا حبايب قلبي الحله بتاعتي انا ديت انا مش هاكل منها لوحدي، لازم هدوق منها ولاد ابني، يعني هعمل منها حله كده، انا عامله كميه كبيره يعني، فانا هعمل حله صغيره كده وهبعتها على بيت ابني على طول برضه، لازم يدوقوا زي ما احنا هندوق. ربنا يخليهم ويبارك فيهم وفي اعمارهم يا رب، يخلي لكم اولادكم جميعا يا رب العالمين. اهو يا حبيب قلبي بصوا المنظر شايفين، والله العظيم عسل. هنا خلصنا ايه الغدا بتاعنا يا حبيب قلبي اللهم صل على النبي. عملنا الرز وحطينا الكفته بتاعتنا وحطينا معاها مخلل يا حبيب قلبي. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونول عجبكم ان شاء الله يا حبيب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا. متنسونيش في اللايك والاشتراك ودعوه حلوه من قلبكم كده، ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب العالمين. وهنا الفيديو بتاعنا يكون خلص، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله. مع السلامه حبيب قلبي، في حفظ الرحمن.